السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم كامل في قناتكم. مرحبا بكم، نورتوا شرفتوا، وشكرا على دعمكم وعلى تعليقاتكم الزينة. إن شاء الله كامل تكونوا بخير. أنا بخير الحمد لله، نشكر ربي على كل حال. ومرحبا بكم في وصفة اليوم. جبت لكم طبق جديد، وصفة جديدة للدبارة، دبارة بسكرية أصيلة بكل تفاصيلها وبكل أسرارها، راح نعطيها لكم اليوم. تبعوا للأخير فضلا وليس أمر. اليوم الفول راهو أخضر، لأنه ياسر بعثولي يقولوا لي في التعليقات، يعني في تاع الدبارة اللي فاتت، يعني اللي درتها قبل في القناة، يقولوا لي الفول هل تصلح بالفول الأخضر الدبارة؟ هي يا أخواتي يا إخواني وأخواتي، الدبارة في الأصل راهي فول يابس، ومن بعد نشمخوه ونرنخوه وعلى بالكم يتنفخ، ومن بعد نطيبوا به الدبارة. لكن اليوم راح نديرها لكم بالفول الأخضر تلبية لطلبكم، وجربتها أول مرة وراهي جات تهبل. يعني اللي سخفت وما عندهاش الفول اليابس، يلا دير الدبارة بالفول الأخضر، يكون فصاصي وخشين شوي. نبداو بسم الله على بركة الله. الفول تاعي قشرته ونقيته مليح وغسلته شحال من مرة، حطيته في لاكوكوت، حطيت عليه الماء، حطيت الملح، هذا واش نحتاج. إذا عندكم الماء ما يطيبش الحبوب، ديروا ماء معدني. دائما نوصيكم ونعطيكم نصائح، لذلك تبعوا الفيديوهات تاوعي للأخير، راهي مش غير طياب برك، راهي فيها نصائح. حطيت هنايا واحد الفصين ولا 3 تاع ثوم، يعني حسب كمية الفول. أنا الكمية راهي قليلة لأني راح ندير تجربة فقط بالدبارة. حطيت لها شوي ليمون، أنا عندي هنا مجمد، حطيت لها ورقتين رند وكركم، وقلنا ملح، وهذه هي وصلة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وزيت. نحرك المقادير حتى ينسجموا، من بعد نحط الكوكوطة تاعي تغلي فوق النار. هي تبدا تغلي وانا نغلق عليها وننقص لها النار، ونخلي الفول تاعنا يطيب، ما يطولش يطيب لانه فول طري. هذه هي. نرجعوا نوجدوا لاصوص تاعنا. جبت حبتين من الطماطم وفصين من الثوم. شوفوا هنا الكميه راني دايره قليله. بعد ما رحيت الطماطم حطيت عليها الفلفل ورحيته كذلك، لاني مش حابه الفلفل تاعي يتهرس لي ياسر، يترحى لي ياسر، يعني حباته يبان هكذا. حطيت لهم هريسه وحطيت طماطم مصبره. شوفوا تبعوا للاخير راح تستفادوا. الوصفه الدباره هذه راهي بنينه جات تهبل. جربوها ان شاء الله تعجبكم اخواتي واخواتاتي وبنياتي ووليداتي كامل. حطيت طماطم مصبره وحطيت واش اسمه الهريسه. هنا الدبارة تاعنا راهي ساهله ماهله. قلنا وزيت زيتون. زيت زيتون اللي ما تحبش الزيت زيتون دير الزيت العادي. انا من بعد زدت شوي زيت زيتون للامانه، يعني هذا مقليل، يعني بالتجربه رايحين تتعلموا هذه الدباره ورايحين تتقنوها. يعني عندي كمون، عندي شوي قنطس على راس الملعقه قنطس، ما عندكمش ديروا كرويه، تجي بنه ثاني بالكرويه والكمون. عندي فلفل احمر حار حلو وحار، يعني هنا للون وباش نحرحروا شويه الحاله اللي ما يحبش الهريسه، واللون كذلك. يعني الطماطم كي تكون ماهيش حمراء مليح نحمروها بالفلفل الحلو المرحي وشويه ملح برك شويه، لانه ملحنا الفول كما شفتوا. نحط لها شوي دبشه او حشيش او كزبر، كل واحد واش يسميه، ونخلي الباقي للتزيين. شوفوا هذاك الصحن اللي منه راهو للتزيين، حطيت فيه دبشه وفلفل مرقد وقارص ليمون. هنا تحبوا في هذه المرحله تقطعوا شويه شرائح ليمون وتخلطوهم، يعني معليش، لكن انا نحب نزين به، ومن بعد راه هو كي يعني يبقى في الصحن، يعني باش ما تجينيش الدباره تاعي حامضه ياسر. خلطت كلش مليح. شوفوا الدواء تاعنا، الدواء الدباره بنين. شوفوا هنا يتكل حتى بالخبز، على بالكم بنين روعه. اللي يعرفوا البنه راهم على بالهم واش راني نقول. طاب الفول تاعنا صلاة بمحمد صلى الله عليه وسلم. جبنا الفول، شوفوا كيف اصفر مزعفر يهبل كيما درنا له هذاك الكركم ودرنا له القارص الليمون، ما خلاهش يكحال، بقى كيف راهو اصفر وابيض. دائما تبعوا قناه تاعي، راح نعطيكم كل النصائح. قناتي ليست فقط للوصفات لكنها مليئه بالنصائح. تبعوا فضلا وليس امر، نديروا لنا جيم وديروا لنا تعليق زين ولا زوز ولا 3. كثروا التعليقات لاختكم، نقراهم بكل حب ونحبكم كامل. احبكم في الله. شوفوا هذيك لاصوص تاعنا شفتوها، يعني كنت نتحدث لكن راكم شفتوها. لاصوص جت كيفاه تاع الفول، جت صفرة مزعفرة. هنا راح نقص شويه دواء،
باش من بعد نحطو مع الطبق يعني في الأخير. عندي قناة ولازمني نزين الطبق في الأخير ونوري لهم واش هذا ونقول لهم هذه الدبارة وهذا لاصوص تاعها. فهمتوني؟ نقصت شوية. أنا في الأول يعني من أول مرة ما درتش ياسر الحق الدبارة هذه، كنت مدايرة محاجب وجربت يعني الفول الفصاصي أو يطيب وحده ساهل، ودويت الدبارة هذه الدواء تاعها صلاة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا جربتها برك يعني باش نصورها لكم، وحطيت خلطت شويه فول شويه مرق وبقيت نخلط. هذه هي كيفاش لاستيس تاع الدبارة في الاخير، كيفاش نديرو نخلطوها بهذه الطريقه ساهله ماهله. والفول يكون يغلي باش الطماطم هذيك المصبره تطيب لنا. اللي يقولوا تضر راهي ما تضرش ما والو، لان حطينا لها الماء ساخن، المرق سخون يغلي طابت ديجا. ورقة الرند هذيك نحطوها ثاني نزينو بها وشوية دبشة. هنا تحبوا كيما راهو هذا الصح، انا نعجبني صراحة، انا قلت نزينها هنا، كنت مسرعة يعني. وممكن ندير لكم في صحن تقليدي يعني كل مرة كيف نقدمها صراحة. حطيت لها خلطتها مليح، زدت لها شوية دواء، شفتوني زدت لها شوية دواء، جاني ناقص شوية. ذوقوا شوفوا انتم، ذوقوا شوفوا البنة، اذا ناقصه مرق زيدوا لها المرق، اذا ناقصه دواء تاع دبارة لاصوص هذيك الخاثرة اللي طيبناها اللي وجدناها زيدوا لها. هذه تبقى اذواق. نمسح الصحن تاعي باش نقدمه هنايا. شوفوا الدبارة تاعنا ما شاء الله. زينتها بالفلفل المرقد، كنت شاركت معكم الوصفة في القناة، وزينتها بالليمون، شرائح الليمون، وزينتها بالدبشة وخلاص. هذه هي صلاة بمحمد صلى الله عليه وسلم. جات تهبل وفرات. وشوفوا هنا كيف عاقدة وبنينة، شهيتكم في الجنة. هذه هي دبارة تاعنا بالفول الأخضر الفصاصي الخشين، يعني ما ديروش الرقيق، إذا سخفتوا ديروا حتى الرقيق. المهم أنا ضد أني تكون الوصفة هذه دستور ولا تكون ما نحرفوش فيها. علاه كل واحد السخفة تاعو، يعني ملقاش الفول اليابس يدير هذا الفول، علاه يعني الواحد يسخف يجرب وخلاص. أنا جربتها لكم كما وعدتكم وعجبتني وجات بنينة تهبل. صح الأخرى تاع الفول يابس يعني اللي نشمخوه والدبرة الأصلية بنتها وحدها، لكن حتى هذه تفي بالغرض وتنحي السخفة. وهذه هي وصفتنا تاع اليوم وطبقنا الجميل. إن شاء الله يكون عجبكم. تحبوا تزيدوا هنا شوية زيت زيتون في الأخير زيدوا، اللي يحب يزيد. شوفوا الفول تاعنا كيف جا طايب زبدة، والقشرة تاعو شوف كيف أصفر مزعفر، وهذه لاصوص تاعنا كيف خاثرة وعاقدة. هذه هي وصفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، وتحطوا لي تعليقات جميلة كيف جمال قلوبكم. أكيد اعطوني رايكم، اذا عجبتكم ديروا جيم للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم ليستفيد الجميع، وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. وان شاء الله نتلاقوا في وصفة جديدة. في امان الله. سلام.